الصراحة بس ريحة البريوش رجعتني لورا لقبل 2011. ريحة المعروك وريحة البريوش، وبتعرفوا انتوا يا شباب ويا صبايا الروايح هيدي. صياما مقبولا وافطارا شهيا. اللهم اني صايم على هالمنظر هذا اللي عملته هلا. واو، بقي للافطار ساعة ونص. لحقته عملت هيدي بكبايتين طحين بس. شفت حالي عندي وقت عملتهم لهدول كبايتين طحين، اخذنا هالنتيجة. لا، وفي في معي قالب بعد. يلا المهم هلا لكم شو بدنا نعمل. بدنا نعمل مثل اللي محسن. نعطي اختبار للخميرة. اوكي. بثلاث معالق طحين، 3 معالق خميرة، ملعقة كبيرة من السكر. من نفس الملعقة ملعقة كبيرة سكر، وبنحرك ميكس. وبضيف لها مي تقريبا نص فنجان مي. اوكي، هيدا شبيه للمحسن هيدا. بتركه على جنب هلا مدة 35 دقيقة، وبنروح هلا مثل ما قلت لكم كبايتين طحين. بناخد أول كباية، تاني كباية، وبناخد ملعقة صغيرة من الخميرة، ملعقة صغيرة من السكر، لا سوري، ملعقة صغيرة خميرة، ملعقة صغيرة ملح، 3 معالق سكر. وبنحرك ميكس. والخميرة المحسنة أعطتنا هالنتيجة. وأضفنا هون نص كباية من المي. بضيف هلا الخميرة المحسن. وبكمل بنزل باقي المي. كبايتين طحين، كباية مي، وأقل من كباية كمان، 3/4 كباية. انتوا حطوا بالتدريج. بنعجن بناخد هالنتيجة. ما بنعجن كتير شباب وصبايا. وبدنا اياها ما تكون قاسية، تكون طرية. بخليها تتخمر من بعد الساعة 40 دقيقة تقريبا. أخذنا النتيجة بمكان يكون دافي بحرارة المطبخ. واو، صراحة العجينة كتير طرية. وهلا بدنا نشكلهم كرات، ونضيف لهم الجبنة في قلبهم. عندي هالقالب بدهن أرضيته من الزيت. عندي أنا هون هيدي جبنة قريبة من جبنة العكاوي، جبنة حلوة هيدي. جبنة الصراحة جبنة بلغارية. جبنة بلغارية قريبة من العكاوي. اوكي، شكلنا من هالكرات هيدي. هل هلا بنصير بنصفهم هون بهيدا القالب. وهلا بدنا نريحهم كمان 40 دقيقة. بنغطيهم نريحهم 40 دقيقة. أنا زاد عندي هنيك 4 5 حبات بضيفهم بقالب تاني. بنغطيهم بنريحهم 40 دقيقة مع رفقاتهم لحتى يتضاعف حجمهم. كل ما تضاعف حجمهم بنحصل على نتيجة إسفنجية مثل ما بيسموها. نتيجة قطنية مثل القطن. هلا بحبة بيضة هلا بدنا ندهن الوجه. ونزينه بهذه حبة البركة والسمسم المحمص. شوفوا سبحان الله، طرايا كتير طرايا. اللهم إني صايم. هيدا السمسم حبة بركة. حاطط أنا نوعين سمسم، نوع محمص ونوع مقشور. وأنا هنيك شباب سوا كنت مشغل الفرن على درجة حرارة 200 فahrenheit. هلا بفوته على الفرن مدة 35 دقيقة. وبعد 35 دقيقة حصلنا على هالنتيجة. صراحة النتيجة كتير حلوة النتيجة. بس إن شاء الله يا رب كمان عنا الطعم. لا لا، الطعم أكيد، لأنه الروايح واو. قلت لكم أنا من البداية الروايح رجعتني لورا لقبل 2011. شايفين أرضيته كيف؟ القاع من تحت. ما تنسونا بالمتابعة واللايك. وشكرا لكم على المشاهدة، وشكرا لكم على الدعم. بجد ما قصرتوا شباب وصبايا، شكرا لكم. يعطيكم العافية. ويلا هات باقي ساعة ونص، يلا شدوا الهمة. باقي ساعة ونص على الإفطار. يعطيكم العافية، باي.